الزعيم الإجرامي اتحكم عليه بالإعدام، لكن ما تنرفش وفضل بيصرخ قدام الإعلام. لما انتشرت الأخبار عملت ضجة كبيرة على العصابات المحلية وسجناء السجون كانوا في حالة ذهول. الراجل ده هو أكبر تاجر مخدرات في الشرق الأوسط وقيمته مليارات الدولارات. كانوا بيحاولوا يودوه في فان نقل للسجن الفيدرالي. العربية اللي بتأمنه وقفت نص طريق واتنين من الضباط ماشيين تجاه الفان. غير المتوقع حصل لما الضباط اللي كانوا مأمنين ليه خدوا زمام الأمور وفتحوا الإيد وحلوا القيود عن تاجر المخدرات، لأن ال100 مليون دولار كانوا جايين. اتخبطوا من ضابط سوات كان ماشي جنبهم. الضابط اتقتل على يد ضابط تاني تخدم رشاش، ولما الموضوع اتكشف ضابط تاني اتغطى عليه علشان يركب العربية. الضابط الأسود اتقتل في الحال على يد فريق سوات. قبل ما يقدر يهرب تاجر المخدرات قاد العربية وضربها، لكن ما قدرش يهرب من الحصار. اتقبض عليه تاني، لكن المكافأة ال100 مليون دولار جذبت انتباه كتير من الناس. الشرطة غيرت خطتها على طول وقررت تنقل تاجر المخدرات بالهليكوبتر، لكن كانوا لسه تحت المراقبة. الهليكوبتر فقدت توازنها ومحركها اتخرب وسقط. تاجر المخدرات ابتسم باستهزاء وقال زي قوة الفلوس.